ليلة الامتحان ليلة مش عادية. تعال أعرفك الليلة دي إزاي تلم المادة والطريقة اللي أنا بعملها لعل وعسى تستفيد. تعال أعرفك أنا بعمل إيه بالظبط علشان أطلع بأكبر استفادة ممكنة. وحتى لو أنت واقع قبل كده أو مذاكر ده مش هيفرق. أهم حاجة الليلة دي بالذات ممكن تغير مصيرك 180 درجة، لأن دي تقريبا أهم ليلة. اسمع الفيديو ده للآخر علشان تستفيد، علشان الفيديو ده بجد مهم جدا. ده يعني اهم فيديو ممكن اكون عملته او اعمله عن الدراسة عامة. خليك معانا. اول حاجة، لو انت يعني في فاصل بين الامتحان والامتحان او مفيش فاصل او كل يوم ورا بعضه، لو كل يوم ورا بعضه زي اللي فيه فاصل مش فارقة. اهم حاجة دي الليلة اللي قبل الامتحان على طول. هنعمل ايه؟ اولا ساعات في ناس بيبقى مثلا عندهم دروس، في عندهم درس للمادة فلازم يحضروا الدرس. لو مش عايزين يحضروه هما براحتهم، بس اغلب المدرسين بيبقوا عاملين دروس مراجعات ليلة الامتحان. اكيد في كتير جدا عاملينه. تاني حاجة، بعد ما تخلص الدرس هيبقى ممكن يبقى ضاع منك ساعتين تلاتة علشان ليلة الامتحان، والموضوع ده بضاع منك ساعتين تلاتة، يبقى ما فاضلش في وقتك كتير جدا، او بالمعنى ما فاضلش كتير. بس اهم حاجة راجع الحاجات اللي انا هقول لك عليها. راجع الجرامر او النحو في العربي والجرامر في الانجليش، والقواعد في الماس، وراجع المفاهيم في الساينس والدراسات. تمام لهنا تمام، احنا راجعنا الحاجات دي. لو اي مادة فيهم عليك بكرة راجع اللي انا قلت لك عليه. بعد كده هتبدأ تحل امتحانات كتير، ولو في مذكرة توجيه حلو، ولو في مدرس اداك اهم الاسئلة اللي بتيجي على طول في نفس المحافظة بتاعتك حلها برضه. اهم حاجة في الوقت ده تحل اكبر قدر ممكن، علشان لما تروح ليلة الامتحان تبقى فاكر الأسئلة، أو لو جات لك نفس الأسئلة بالظبط على الأقل تبقى مبسوط، علشان مش تاخد فيها مجهود عشان تفكر والموضوع كده يعني. هتحلها على طول إنك تبقى حافظها من امبارح، يعني أنت ملحقتش تنساها. تمام لحد كده. ما تنساش برضو لو وقع في حتة معينة ذاكرها بالأخص، يعني ما تجيش تذاكر تعامل كله زي بعضه، الحتة اللي أنت واقع فيها ذاكرها بالأخص. طبعا دي الطريقة اللي أنا بعملها، وأنت ممكن تستفيد منها بشكل كبير، وأكيد هتنجح لو أنت عملت بالطريقة دي، لأن دي أنسب طريقة. إنك أنت في 12 ساعة ولا حتى مكملوش 24 ساعة، لو أنت قبل ليلة الامتحان بيوم، ف 12 أو 24 ساعة مش وقت كبير تعمل فيه، وفي منهم نوم، وقت نوم كمان. فالوقت اللي انا قلت لك عليه ده والطريقه اللي انا قلت لك عليها احسن طريقه تذاكر بيها ليله الامتحان، ان شاء الله تقفل وتجيب المجموع كويس. خلي بالك من حاجه، لو انت ما ذاكرتش طول السنه هتجيب مجموع كويس لكن مش هتقفل. لو انت مذاكر طول السنه ورجعت الليله دي ممكن تقفل. لو انت هتجيب مجموع كويس ممكن تقفل. فهو ده بيعلي ليفل مستواك في الدرجه اكتر، مش بيخليك تقفل. يا رب يبقى في افاده كبيره حصلت لكم من الفيديو ده، واعملوا شير لاي حد من صحابكم وهو كمان يستفيد، وحط لايك عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من ممكن، واكبر عدد من الطلاب يستفيدوا، وسيب تعليقك علشان يشجعنا نكمل، واشترك في القناه عشان نوصلك كل جديد وكل فيديو هنعمله بعد كده. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.